علاش كنقولوا سوس العالمة؟ هاد السمية ما جاتش غير هكاك، ولكن عندها تاريخ وزن واسباب اللي خلاتها تكون منارة ديال العلم في هاد البلاد. منطقة سوس معروفة من قرون بانتشار المدارس القرآنية والفقهية في كل قرية وجبل. هاد المدارس ما كانتش كتحفظ غير القرآن، بل كانت جامعات حقيقية كتقري النحو، الفقه، الحساب والفلك. علماء سوس ألف آلاف المخطوطات في شتى الفنون. المختار السوسي في كتابه الشهير سوس العالمة وفي كتاب المعسول حاول يوثق هذا الجيش من العلماء ودباء والشعراء اللي تخرجوا من هذه الأرض، وبين بلي العلم ما كانش محصور غير في المدن، بل حتى في أعماق الجبال. ومن النقط اللي خلات اسم العالمة يتبرز في المنطقة هو النساء الحافظات للمتون والشاعرات، وهذا الشيء اللي كنا كنلقاوه قليل في مناطق أخرى في ذاك الزمان. وبالرغم من أن منطقة سوس أمازيغية بامتياز، إلا أن رجالها ونسائها ردوها من أكبر الحصون اللي حافظات على اللغة العربية والعلوم الشرعية. الأمازيغ في سوس هم اللي يهزوا لواء التدريس والتأليف بالعربية، وهذه الازدواجية الثقافية أعطت بصمة فريدة للمنطقة. هذه التسمية هي اعتراف بلسوس كانت وما زالت خزان لا ينبض من الفقهاء، العلماء والمفكرين اللي ساهموا في بناء الحضارة المغربية.